السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى بيتكلم على الموضوع اللي حصل امبارح، اللي هو ضرب بعثة حماس في الدوحة. دلوقتي انا اهل الدوحة دول اهل محترمين وعلى راسي من فوق، ومن اطيب الناس اللي انا قابلتهم في حياتي، وناس محترمة. بس دلوقتي انا كلامي ده مش للناس، كلامي ده للحكومة بتاعت حكومة قطر. السؤال دلوقتي، نفعتكم قاعدة العداد؟ يعني انتوا من الاخر كده الامريكان استهانوا بيكم، بيقولوا لكم انتوا مالكمش لازمه. ليه؟ لان هم خانوكم. انتوا جايبينهم علشان يحموكم. هل بيحموكم من مين؟ هل هم بيحموكم مثلا من ايران؟ لا. ما الضربه اللي حصلت من ايام حرب ايران لساعه ما ايران ضربت اسرائيل، وقالوا معلش مش مشكله، ايران عندها حق الرد، فاحنا هنسيبهم كده يعني. وبعد كده هل هم بيحموكوا بالسعودية؟ برضو لا. بيحموكوا من اسرائيل؟ لا. ده هم ساعدوا اسرائيل. لان ما تقوليش ان في الرادارات بتاعتهم دي كلها ما شافتش ال ال الطيارات الاسرائيليه طالعه من اسرائيل. هيشوفوها وهي طالعه من اسرائيل ذات نفسها، لغايه ما وصلت الدوحه ضربت ومشيت. وما ضربوش. مش هقول لك ما ضربوش رصاصه. فدلوقتي انتوا ليه بتثقوا فيهم وليه مخليينهم؟ انا بصراحه لو انا اللي اتعمل فيا كده، اول حاجه هعملها اقول لهم مع السلامه، انتوا مالكمش لازمه، وبياخدوا ملايين منكم سنويا. طب ليه؟ ليه المصاريف دي؟ انا قلتها قبل كده، كنت بقولها يعني كنوع من الفكاهه، بس يعني لو كده، لو هي بالملايين، ما تاخدوا الجيش المصري، خدوا ناس من الجيش المصري. على الاقل مش هيسيبوا الاسرائيليين يطلعوا عليكم كده براحتهم، ولا يخلوا اي حد يضرب براحته. وادفعوا الملايين دي لينا احنا يا سيدي. احنا عندنا جيش وعندنا قدرة ان احنا نحمي، واحنا هنستخدم الفلوس دي، هنجيب اسلحة احدث وحاجات احدث، وفعلا احنا بنجيب دلوقتي في مصر وجبنا. خلاص نستخدمها عندكم، نحطها عندكم ونحميكم. لو انتوا مش قادرين تحموا نفسكم، مضطرين ان انتوا تجيبوا الجيش الامريكي. ما هو ما عمل لكمش حاجة، ده خانكم، ده باعكم رسمي. وبعد كده بكلم الناس بقى انا هعمل فيديو تاني بقى بس بالانجليزي يعني. بكلم الناس اللي هي بتقول ان قطر حليفه لامريكا. لا، قطر كده مش حليفه لامريكا، حليفه. لو انت حليفي وصديقي، انا المفروض ادافع عنك، ولا هي على حسب القرابه؟ في الاخر ربنا يستر علينا كلنا، وربنا ياخد اخواننا البعده. ويا رب يا رب يا رب ان نعيش ونشوف فلسطين حره. السلام عليكم.